اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفول وجمال الفول من أقرب الأكلات لقلبي، ولأن المصريين كلهم بيحبوا الفول ولازم نبدأ يومنا بيه في الفطار. النهاردة هحضر لكم أعظم طاسة فول اسكندراني، وتحية لكل حبايبي أهل اسكندرية الغاليين على قلبي. شوية فول هيدخلوا على قلبكم قبل معدتكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا الشيف ماجي. حطوا لايك للفيديو وشير في كل مكان، ويلا بينا نحضر أجمل طاسة فول اسكندراني مع بعض. في البداية حبايبي هنحضر مع بعض مكونات الفول ونركنها على جنب. عندي هنا شوية من الكزبرة الفريش، بتدي طعم خطير وروعة جدا جدا للفول. هقطع بقى شوية كده من حزمة الكزبرة، وعندي كمان حزمة واحدة من البصل الأخضر. ونصيحة بقى مني، اوعوا تخرجوا يوم الجمعة علشان ريحة البصل، علشان طبعا بقى مش عايزة اقول لكم بتبقى ريحة البصل فظيعة، وهنضايق طبعا اللي احنا هنزورهم. فبلاش بقى خروج بقى خالص يوم الجمعة. البصل الأخضر بيدي طعم جميل جدا جدا للفول. الناس اللي عندهم كمان برد هيضيع البرد منهم، وممتاز في الحقيقة جدا جدا. وعندي كمان شوية فلفل أخضر هقطعهم شرايح زي ما انتوا شايفين كده. وآخر حاجة معايا واحدتين من الطماطم، بقطعهم برضك قطع صغيرة. وبكده خلطة الفول جاهزة معانا، هنركنهم على جنب وهندخل على الخطوة اللي بعدها. عندي هنا طاسة هننزل فيها بكوباية من المية، وأسيب المية تغلي. دي علبة من الفول الجاهز. زمان ما كنتش بحبه نهائيا، وكنت فاكرة اني اجيبه اسخنه بس. لا، دلوقتي بقيت اعمله بطريقة حلوة جدا جدا، وجربت الطريقة ديت قبل طبعا ما قلتلكوا عليها. هتضيف الاضافات طبعا اللي انا بقولك عليها. هنفتح طبعا علبة الفول وهننزل بيها في الطاسة، وهسيب الفول يستوي شوية. ده الفول بعد مرور 5 دقايق. هنبدأ بقى هنهرسه بالشوكة كده. انا مش بحب الفول يبقى كله مهروس وناعم، يا دوبك هرسه كده شويه زي ما انتوا شايفين القوام ده اللي انا عاوزاه. هبدأ بقى انزل بالخلطه بتاعتي الجميله، الكزبره والبصل الاخضر والطماطم وكمان الفلفل، وهنديهم بقى تقليبه جميله كده زي ما انتوا شايفين. وزي ما انتوا شايفين كده حبايبي، المية اللي كانت كتيرة في الأول راحت دلوقتي. هنبدأ ننزل بالبهارات بتاعتنا، وهي عبارة عن معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة كمون، ونديها شوية زيت بقى. يا سلام يا سلام. نديهم بقى تقليبة خفيفة كده، ونسيبهم لمدة 5 دقايق ياخدوا غلوة، علشان الخضار يستوي مع الفول ويدوب طبعا معاه. وهنا هنطفي على طاسة الفول الخطيرة دي بتاعتنا. ودي حبايبي بقى طاسة الفول الاسكندراني بعد ما خلصت. نديهم بقى شوية ليمون كده وشوية زيت كمان، وهنديهم تقليبة حلوة. ونجهز بقى العيش بتاعنا البلدي وناخد منه ونقول بسم الله. بجد يا جماعة والله من غير حلفان، أحلى طاسة فول ممكن تجربوها في حياتكم. طعم غير عادي، والخضار مع الفول طعمه خطير جدا جدا. ناخد بقى واحدة بطاطس كده. يا سلام، هو ده الأكل ولا بلاش؟ يا رب تكون طاسة الفول الخطيرة دي عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم، وهستنى تعليقاتكم لما تجربوا الفول وهتقولوا لي ايه رأيكم. وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.